صباح الخير. رايح الشغل هلا، رح داوم على الساعة 4. من بعد الساعة 4 طالع أنا وزوجتي على نورنبرغ. رح نقضي يوم عند صديقي، وتاني يوم رح نشوف الأكتوبر فيست. رح نقضي يوم كامل يعني، وبعدين نرجع على فيرداون. رح أصوركم يوم الأكتوبر فيست وكيف رح يكون وشو كيف رح تكون الأجواء هونيك يعني. أوكي؟ يا سبحان الله، جاي مثل ديجافو. لأول أو تاني يوم، كمان أول شهر لما صورتهم وأنا جاي على فرداو جديد يعني. كنت كنت مصور نفس الطريق تماما. أنا رايح على الشغل إذا بتتذكروا، وصورت لكم البيت وصورت الطريق يعني وأنا رايح على الشغل، ونفس المكان تماما أنا ماشي فيه هلا يعني. الحكي له رح يكفي 10 شهور. عن جد شيء ما تقدر، كيف الأيام بتمر، كيف السنين بتمر، كيف الوقت بمر. شيء واو 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 واو. يعني ما بعرف أصلا كيف 10 شهور مرت، أو كيف صارت هال10 شهور، وقديش كمية الأحداث أصلا اللي صارت فيها. إن شاء الله بفيديو قادم إن شاء الله بحكي عنها، وبحكي عن تجربتي كيف كانت أول شهور الشغل وهيك يعني. آه واو. طبعا الواحد بفيق الساعة 6 الصبح، بيروح على الشغل، وبترجع على بيتك الساعة 5 العصر يعني. هي إذا كانت أحسن الأحوال والأوضاع كويسة بالمشفى، وما اضطريت إنك تضل أوبشتوند، تضل ساعات إضافية وهكذا دواليك. وأنا إلي على حالي 10 أشهر يعني. الاستراحة الوحيدة اللي أخذتها هي استراحة نزلة سوريا إذا بتتذكروها، وما كانت أصلا استراحة لأنه كانت تحضيرات عرس وهيك، فكان ركيد يعني وتعب. ف هيك أنا مستغرب حرفيا من الساعات عفوا الأيام والشهور اللي مرت، لأنه كان دون استراحة، حرفيا دون أي استراحة، وكله ركيد ركيد ركيد، وعم تمر الأيام. إن شاء الله بعد أسبوع رح تبدأ إجازة جديدة إلي، رح تكون حوالي 3 أسابيع. رح يكون شي حلو. رح يكون شي كتير حلو. للأسف لحد هلا وضع سوريا مو معروف، فأنا ممكن تلغى لنزلة سوريا. جزء من الأوضاع تبعي، أو جزء من العطلة تبعي ينزل على سوريا. فبسبب الوضع الراهن وهيك يعني ممكن تلغى. لنشوف شو بصير. كنت عم اطلع طلوع هيك معطل صوتي. استني عم اطلع.
fährt auf Gleis 3. هلو. ما قدرت احكي كتير لان كل الوقت طلعنا بالقطارات والعالم زحمه خياليه لدرجه انه العالم كله كانت على الواقف، وحتى ما عاد يمشي قطار. صاحب القطار وقف وما عاد بده يمشي، وقال يا بتنزل نص الركاب او يا اما بتصل بالشرطه تنزل العالم، وما عاد حدا ينزل وما عاد يمشي القطار. اخر شيء حلوها سلمي وزبطوها ونزلوا كم واحد رفع مشي القطار. فتاخرنا شي 3 ساعات لما وصلنا على منشن. منشن ميونخ. اعداد مرعبه. اعداد لا يمكن وصفها باي شكل. يعني انا اللي صورتكم اياها هلا لما نزلنا انه نص العالم اللي قدامي في العدد نفسه تماما وراي. فلكم ان تتخيلوا قديش في كميه العالم. لسه في عالم جاي قبل، يعني اكيد لو نحن جينا متاخرين شوي، في الساعه 11 وثلث وصلنا. ف هلا نوصل بصور لكم كميه رح تكون كميه ناس خياليه، لانه مميز دائما الاكتوبر فيست بمنشن، وبلوس انه يوم فيضك، يوم عطله، فرح يكون في كثير عالم موجود يعني. ف هذا بصوركم برجيكم كيف رح يكون الوضع.
لفوق ما يطلعوا لفوق. أوه. طبعا احنا رايحين نجربهم كلهم يعني، بس راح بلش وحده واحده هذول كلهم. طالعين هلا نجرب هيدا، كان هذيك اللهوية مختبة، طالعين نجرب هي هلا. هذيك ما استرجعت تصور لانه بيطير الموبايل، هون رح احاول اصور.
فيكم تشوفوا العالم هيك شو لابسين، اغلبهم لابسين هيك لباس تقليدي، اللباس البايرني التقليدي. اشتريت بطاقتين هلا من هون، فايتين نلعب سيارات انا ورفيقي. Auf Wiedersehen. كمية البيرة المشلوها على الطرقات، واو. كمية الشرب اللي بتنشرب بالفستيفال غير منطقية. Steh mal auf, kurz bitte. Ja, ganz kurz. Komm, halt dich für das Ding. Steh mal kurz auf, bitte. يلا في طريقنا للبيت هلا، الساعة 9:30 تقريبا. مساء الخير، راح يكون نهاية الفلوق هون. ضلينا الأمانة على الطريق حوالي 5 ساعات لوصلنا، وكمان الزحمة كان كتير بالرجعة. ما في ضوء على فكرة بقى. أنا نرجع بكفي بالبيت. باي. يطلع مثل الشبكة العنكبوت. فكرت أول شي الشاشة مكسورة هيك حطيت ايديهم. اوكي رجعنا. اوكي بس هيك يعني حاولت اني اصور كل شيء، بس في كتير العاب الامانة يعني ما قدرت اصورها لانه يعني مثل اخ تبعنا وهيك شيء، لانه حجر الموبايل كان يعني. رح احاول قد ما في اورجيكم كيف كان اليوم. كان كتير 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 حلو، كتير بجنن. واضطريت اني ارجع اليوم على فيرداو لانه ما كان عندي شغل. لولا هيك كنت ضليت لوقت اطول، وكنا عملنا اشياء اكثر وجنون اكثر. بس اضطريت اني ارجع ومسافة كتير طويلة. القطارات اصلا عم تلغى وعم تطول وعم تتاخر بسبب العالم والزحمة. فحاولت قد ما في انه يجي شوي ابكر بحيث انه اضمن اني اوصل على البيت. يعني برغم كل هذا يعني الساعة 9:30 هلا حتى وصلت على البيت، بس ما وصلت يعني. عم شتي علي. قد ما انا عم شتي طفى الفيديو، نزلت نقطة مطر على كبسة. المهم بينهي الفيديو، هي ثالث فيديو عم صوره ما عاد عم يخلص. ان شاء الله هذا الفترة عندي رح ابلش انزل فيديوهات، لانه كنت كتير مشغول الاسابيع الماضية، الي 3 اسابيع بعرف ما نزلت فيديوهات. ان شاء الله هذا الاسبوع رح ارجع، يعني بعد بكره. هالفترة عندي رح احاول ارجع انزل فيديوهات. اوكي باي باي.